السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة البانيه. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة البانيه بطريقة جميلة جدا وطعمها حلو جدا واقتصادية. أنا هعمل النهاردة كيلو لحمة مفرومة وهقسمها على أكلتين، نصها هشيله من غير ما أقليه والنص هقليه وهناكله النهاردة. المقادير: بحتاج كيلو من اللحمة المفرومة، يعني ما بتكونش حمرا خالص، بيكون فيها نسبة دهون على الأقل 20%. بحتاج كوباية كبيرة من البقدونس المقطع، بيضتين، وبحتاج كوباية من البصل المقطع. يبقى كيلو لحمة وبيضتين وبصل وبقدونس. بحتاج كمان نشا وبقسماط مطحون وبيض للتغليف. وللتوابل بحتاج ملح وفلفل اسود، وممكن تضيفوا شطة او بابريكا بتدي طعم حلو برضو، وممكن لو تحبوا تضيفوا توم مفروم. نبدأ على بركة الله. اللحمة هضيف عليها الخضار المقطع، ممكن تضيفوا على فكرة شبت كمان بيبقى طعمه كويس. كل ما تبقى الخضرة اكتر كل ما يبقى طعمها احلى. بحط البيض، ممكن تضربوا البيض الاول قبل ما تحطوه، بس انا كده كده هعجنه يعني. بنحط التوابل: الملح والفلفل الاسود، حوالي حوالي معلقة صغيرة مليانة من الملح وزيها من الفلفل الاسود، وبحط الشطة والبصل وكوباية من البقسماط المطحون. بنعجن بقى الخليط كويس قوي مع بعضه لحد ما يتجانس. هعجنه كويس وهرجع لكم وهنغلف الكفتة. هحتاج 3 حاجات للتغليف: بيضتين هضربهم كويس، ممكن احط عليهم شوية لبن، وبقسماط ده للتغليف النهائي. وهحتاج نشا، النشا ده عشان يسد المسام في الأول وكمان بيخليها مقرمشة. يعني في ناس بتحط دقيق في الأول، بس أنا جربت بقالي كتير جدا 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 بحط نشا وبيبقى أحلى بكتير من لما بحط دقيق. أنا نسيته حطيت في البيض الأول، فرجعت تاني حطيت في النشا، بعدين هحط في البيض، واخر محطة هتكون في البقسماط. بنرصها بقى في اي حاجة فلات، وبنرصها طبقات فوق بعض، وبنحط بينهم بلاستيك. هنعمل واحدة تانية الأول في النشا. تحاولوا ان انتوا لما تعملوا الكفتة ما تعملوهاش رقيقة، تعملوها سميكة شوية،
بيبقى طعمها احلى، تبقى جوسي. بعد البيض هرجعه في البقسماط، هحطه في البقسماط. لو عايزين طبقة التغليف دي تبقى اكبر ممكن تكرروا ال3 محطات تاني. دلوقتي هنقليها. معلش انا اسفة، مش انا اللي بصور القلي لان ده في المطبخ تحت وانا تعبانة مش قادرة انزل، فمعلش بقى الكاميرا بتتهز منهم. الاول بنحط زيت، وبعدين بنحط معلقة من السمنة او من الزبدة. مهمة جدا السمنة او الزبدة لان دي بتدي مذاق ولون حلو جدا للكفتة. الزيت عشان يخليها تبقى مقرمشة. وهتلاحظوا ان الكوت التغليف مش بينفصل. يمكن الناس اللي بتجرب تحط دقيق التغليف بينفصل، لكن مع النشا ما بيحصلش كده. معلش اسفة تاني عشان الكاميرا اللي بتتمرجح. بنقليها على درجة حرارة متوسطة، ما بنعليش النار. لو علينا النار بتتحرق وما تستويش من جوه. بنخليها متوسطة او تحت المتوسطة بدرجة صغيرة. بعد ما بنتأكد ان هو احمر من الجهة الاولى بنقلبها بشويش على الناحية التانية عشان تكمل تحميرها. وهي ما بتشربش زيت على فكرة. النشا بيسد المسام، بيخليها مش بتشرب زيت. بنقلبها بشويش برضو، اما نتأكد انها احمرت بنقلبها. بقية الكفتة انا بحفظها ازاي في الفريزر. بفردها على صينية ادخلها الفريزر. بعد ما بتتجمد خالص برجع احطها في كيس واحفظها في الفريزر للطوارئ. ممكن في اي وقت لو جالك ضيوف او مستعجلة عايزة تعملي حاجة بسرعة تطلعيها، بتفك يدوب ربع ساعة وتحمريها على طول على نار هادية. يعني تخلي النار هادية اكتر عشان تتأكدي ان التلج فك تماما من قلبها. زي ما انتوا شايفين خلاص اتحمرت، جميلة جدا ومقرمشة وريحتها جميلة وحلوة ومش مكلفة. ولو عجبتكم وصفة النهاردة اعملوا لي شير للفيديو ولايك، واكتبوا لي تعليقاتكم. لو ليكم طلبات خاصة اكتبوها لي تحت الفيديو، واشوفكم في وصفة جديدة. باي.